اول حاجه للكفته بتاعتنا محتاجه كيلو من صدور الفراخ او الوراك، او ممكن تجيبي فرخه وتخليها كامله. انا بصراحه هنا كنت عامله ميكس ما بين الوراك والصدور، تدي طعم في الاخر حلو قوي على فكره. نجيب الوراك والصدور دي نغسلها كويس قوي علشان ميبقاش ليها اي ريحه زفاره. بعد كده ناخدهم ونفرمهم في الكبه، بس اهم حاجه ان هما يكونوا متنشفين كويس قوي. نفرم بقى الفراخ دي كويس قوي في الكبه، وبعد بقى لما فرمناها نشوف هنضيف عليها ايه. هنجيب قرن فلفل عادي كده، هو ده مش سبايسي على فكرة، واهم حاجة ان احنا نستخدم لون فلفل احمر، سواء بقى رومي او ده اي حاجة. اهم حاجة علشان مش في حد يروح يحط كله سبايسي، الا بقى لو انت بتحب الحاجة اللي هو سبايسي قوي. عادي مفيش مشكلة، نبدأ ان احنا نقطعه بالشكل ده. مش لازم يعني التقطيعة تكون متساوية، لان دي احنا هنفرمه دلوقتي في الكبة. بس هنا ما ينفعش ان احنا نستخدم فلفل لونه اخضر، لان هيبقى لونه في الاخر اخضر في الكفتة، وهيخلي الكفتة في الاخر لونها اخضر. لكن اللون الاحمر ده بيدي لون حلو قوي للكفتة، وخليها في الاخر لونها حلو. وكمان هجيب 2 بصلاية كده، هما هنا يعني كان صغيرين شوية او متوسطين، لكن انا عايزة بصل يكون كتير. فلا اما تستخدموا 2 بصلاية زي الشكل ده، او تستخدموا بصلاية واحدة كبيرة. نقطعهم بس كده ان هما يسهلوا الموضوع على الكبة شوية. يعني لا اما تستخدموا بصلتين بالشكل ده، او بصلاية كبيرة لو متوفر عندكم. وبعد كده بناخد بقى الخضار ده ونفرمه في الكبة كويس قوي، واهم حاجة ان احنا نفرمه كويس عشان ينزل المية بتاعته. بعد بقى لما فرمناه نجيب بقى طبق بالشكل ده، وكمان المصفى اللي هنصفيها فيها. شوفوا بقى هنا الخليط بتاعنا اللي هو البصل والفلفل الاحمر عامل ازاي، لونه حلو قوي قد ايه. وكمان المية اللي هتنزل منها تبقى لونها حلو ان احنا نصبع بيها الكفتة، علشان محدش يرميها. المية دي بتبقى حلوة قوي. ممكن على فكرة في الاخر تضيفوها على الرز، بتبقى حلوة قوي وبتنقل طعم الرز في حتة تانية. زائد ان احنا بنصبع بيها طبعا. اهم حاجه ان احنا نصفي الخضار ده كويس قوي، علشان احنا ما ينفعش نضيف الميه دي وهو فيه على الكفته بتاعتنا، لانها هتخليها في الاخر تفك كده مننا، وكمان هتبدا ان هي تكش. فدي مش حاجه محببه قوي، فنصفيها كويس قوي من الميه. لان احنا دلوقتي بنستخدم التفل بس. بعد كده نشيله ونسيب الميه على جنب. شوفوا الميه هنا قد ايه لونها حلو. هتضيفوا على الميه دي شويه ملح وفلفل اسود، وهعرفكم هنعمل فيها ايه تاني. نسيبها بقى على جنب. شوفوا بقى شكل الفراخ بتاعتنا بعد لما هرمناها كويس قوي في الكبة. بعد كده هنضيف عليها البصل بالفلفل اللي كنا قطعناه. كمان هنضيف عليها حوالي معلقة صغيرة هرمية من التوم، او حوالي 4 فصوص توم كده كبار. بهارات بقى اللي هحتاج معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وكمان بحب اضيف ربع معلقة صغيرة كده من القرفة، بتدي طعم حلو قوي على فكرة في الاخر. كمان هنضيف عليها معلقتين كبار من النشا، ومعلقة كبيرة من الدقيق او البقسماط، المتوفر عندك استخدميه. وبعد كده هنبدأ ان احنا نعجن الكلام ده كله كويس قوي، او نخلط الكلام ده كويس قوي. اهم حاجة ان هنا نقلبه كويس، ما يبقاش فيه اي دقيق لوحده ولا اي بهارات ما تجمعتش على الفراخ كلها. من الحاجات المهمة ان تخلي الكفتة بتاعتك في الاخر طالعة كده ماسكة وجوسي من جوه وحلوة قوي، انك تفضلي تعجني فيها كتير لحد لما هي تتسمخ كده وكلها تختلط مع بعض. دي من الحاجات المهمة قوي انك لازم تعمليها في الكفتة، علشان في الاخر تطلع معاكي مظبوطة وزي الفل، وما تطلعش في الاخر كده ناشفة ومش حلوة. لا، هتطلع جوسي قوي كده وجميلة قوي معاكي. بصوا الكفتة دي مختلفة عن اي كفتة، ان احنا هنعملها حاجات صغنطوطة خالص، يعني اصغر حجم تقدري تعمليه للكفتة اعملي بيها. كل ما تبقى اصغر كل ما تكون احلى في كتير معاكي في الاخر. ونبدأ ان احنا نشكلها بالسيخ بالشكل ده. دي للناس اللي بتحب ان الكفتة تبقى مفتوحة من جوه، وطبعا دي احلى حاجة، او على اي حاجة موجودة عندك او بتستخدميها على طول في التشكيل. بس اهم حاجة انك تصغري الحجم على قد ما تقدري. وبنصبع كده بيها وبنحط ايدينا في المية دي، بتدي لون حلو قوي على فكرة. وبنكمل الكمية كلها بنفس الشكل ده. على فكرة كيلو الفراخ بيطلع معاكي كمية كبيرة قوي ما شاء الله. شوفوا الكمية دي وطلع معايا اكتر كمان، بس الطبق هنا ما اخدش كل الكمية. بندخل بقى الكفتة بتاعتنا الفريزر حوالي نص ساعة، تبقى احلى معانا في الاخر وبتطلع كده مظبوطة لما ندخلها الفريزر. بس على فكرة لو انت حابة تشتغلي فيها على طول او مستعجلة عادي، هنبدأ نشتغل فيها مفيش اي مشكلة. اهم حاجة ان احنا نحط الزيت هنا في الطاسة تكون سخنة قوي. دي من الحاجات المهمة قوي ان الزيت يكون سخن جدا، علشان الكفتة لما تنزل تبدأ ان هي تتشوح كده وتاخد لون بسيط من تحت.
عشان لو نزلت على زيت بارد هيبدأ ان هي تنزل المية بتاعتها، وممكن كمان تتفكك كده في الزيت وما تبقاش مظبوطة. ونضيف بقى الكمية بتاعتنا على حسب حجم الطاسة هياخد قد ايه. بعد لما تاخد لون من تحت نبدأ ان احنا نقلبها. اللون ده بيبقى مظبوط قوي وحلو قوي عليها بصراحة. اهم حاجة ان احنا هنا نديها لون حلو، علشان هو ده لون الكفتة اللي هيطلع معاكي في الاخر ساعة التقديم. لو لون الكفتة طلع فاتح هيفضل زي ما هو فاتح مش هيغمق، ولو طلع غامق هيفضل زي ما هو، بس اللون بيبقى مظبوط قوي. وانا هوريكم هنا لازم توصلوا للون ايه، وبعد كده تشيلوها من على النار. على فكرة هي بتستوي بسرعة قوي، هي ممكن اقل من 5 دقايق بالظبط على النار وبتلاقيها مستوية وبتطلع خفيفة قوي كده وخطيرة. لعند لما تاخد لون من الناحية التانية، وبعد كده نبدأ نقلب الحاجات اللي هي مش اخده لون قوي. اول ما توصلوا المرحلة دي واللون ده هنبدأ ان احنا نخرجها من الزيت. عمركم شفتوا حاجة اسهل من كده؟ بجد سهلة قوي وما بتاخدش وقت كتير. اول حاجة الكفتة، وكمان من كيلو واحد بس هتطلعي كمية كبيرة قوي ما شاء الله. نشيل بقى كل الكمية من الزيت، وخلي بالنا ان احنا الزيت اللي تحت ده زي ما هو هنحتاجه، يعني لسه هنحتاجه للرز، وهيبقى طعم في الاخر الرز حلو قوي بسبب الزيت ده. شوفوا لونها قد ايه حلو وطعمها بقى مش قادرة اقولكم. نكمل بقى الكمية كلها في الزيت لعندنا برضو لما تاخد نفس اللون وخلاص، ونبدأ ان احنا نخرجها من الزيت. وبعد بقى لما خلاص اخدت لون من تحت نبدأ ان احنا نقلبها على الجهة التانية، وهو ده يكون شكل الكفتة بتاعتنا. نسيبها بقى على جنب لعند لما نبدأ في تجهيز الرز. اول حاجة الزيت اللي احنا اخدناه في تحمير الكفتة ده، هنبدأ بقى نضيف الكمية اللي احنا محتاجينها في حلة اللي هنسوي فيها الرز. اهم حاجة هنا ان الزيت بتاعنا يكون سخن. بعد كده ننزل عليهم ب2 كده من اللومي، ورقتين من ورق اللورة، 3 او 2 كده فصوص حبهان، وواحدة قرفة لو مش متوفرة عندك دي ممكن تستخدمي على فكرة معلقة صغيرة من القرفة بودر عادي. نبدأ ان احنا نقلبها في الزيت. دي تدي ريحة حلوة قوي وطعم حلو قوي للرز البسمتي او الرز المبهر. اول ما نبدأ نشم ريحتها وخلاص ريحتها طلعت وبقت حلوة قوي، هننزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة بالشكل ده، مش مفرومة، هي متقطعة مكعبات صغيرة، او 2 متوسطين عادي. نقلب بقى البصل مع البهارات دي كويس قوي. هنا انا مش محتاجة ان البصل بتاعنا ياخد لون او كده، انا محتاجة بس ان هو يدبل وريحته تطلع حلوة، وكمان ياخد من طعم اللي هي الحاجات اللي احنا حاطينها فيها دي. بس كده انا مش محتاجة اكتر من كده. هنبدأ نضيف عليه فلفل الوان او فلفل احمر واخضر. عايزين تضيفوا فلفل اصفر عادي، بس كده كده الرز اصلا لونه اصفر. نقلب ده كله كويس قوي. الحاجات او الاضافات دي بتدي طعم خطير وريحة وشكل الرز المبهر فظيع. برضه انا هنا مش عايزة الفلفل ولا البصل ان هما يتبلوا او ياخدوا لون او كده، هما مجرد بس ان هما يكونوا لونهم حلو كده وتشوحوا حلو وريحتهم طلعت. هنبدأ نضيف عليها الاضافات التانية. عندي كيلو من الرز البسمتي، وانا هنا مستخدمة اللي هو الحبة الطويلة. ننقعه نص ساعة قبل الاستخدام، وبعد كده نضيفه بالشكل ده. وبعد لما ضفنا كمية الرز كلها هنبدأ ان احنا نقلبهم كويس قوي. اهم حاجة ان احنا نقلب كل ده كويس. على فكرة ممكن تضيفوا برضو البهارات على اللي هو البصل والفلفل قبل ما احنا نضيف الرز، بس انا بصراحة بحب احطهم بعد لما اضيف الرز واقلب ده كله كويس قوي ابدأ ان انا اضيف البهارات اللي عندي. بعد لما اتأكدت ان خلاص الرز اختلط كويس قوي بيهم نبدأ ان احنا نضيف البهارات اللي موجودة عندنا. عندي معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ربع معلقة صغيرة من القرفة بتدي طعم حلو قوي على فكرة. لو عايز تستغنى عن دي واحنا لان احنا ضايفين في الاول عادي. معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكمون، وبس كده. ونبدأ ان احنا نقلب الكلام ده كله كويس قوي. نتأكد ان كل ده اختلط كويس مع بعض. اتخيلوا بقى طعم الرز ده في الاخر. بعد كده هنبدأ نضيف عليها المية او الشوربة. انا هنا مستخدمة شوربة لان هو الافضل بصراحة اللي يديك طعم حلو قوي في الاخر الشوربة. هنا المية بنستخدمها ضعف الرز، يعني كوباية الرز عليها كوبايتين من المية للرز البسمتي عشان يطلع معاكي مفلفل في الاخر وخطير. لو انت هنا مش موجود عندك شوربة ومستخدمة مية ممكن تضيفي عليها مرقة هيديكي طعم حلو قوي برضو في الاخر. ندي تقليبة وبعد كده نغطي عليها لعند لما تشرب المية بتاعتها. اهم حاجة هنا النار تكون عليها متوسطة مش عالية قوي، علشان في الاخر الرز يطلع مفلفل وحلو قوي. وهو ده بيكون شكله بعد لما شرب المية بتاعته. ونقلب بقى الكلام ده كويس.
وبعد لما نقلبه كويس هنوقف تقليب، وبعد كده نسيبه ونغطي عليه برضو على نار متوسطة لحد لما يبدأ يدخل في السوا. مش يستوي سوا كامل، انا بس عايزاه يدخل في السوا كده. بس اهم حاجة شوفوا لونه هنا حلو قد ايه. هنا كان قدامه شوية وخلاص يستوي 3/4 سوا كده. ابدأ اضيف عليه الكفتة بتاعتنا اللي موجودة عندنا، نضيف الكفتة كلها بالشكل ده. الحركة دي بتدي للرز والكفتة طعم خطير بجد، ما تستغنوش على الخطوة دي. نضيف الكفتة كلها ونقفل عليها ونخلي الرز يكمل سوا، وبعد كده نبدأ نشيل برضو الكفتة من عليه. لو انتوا حابين تقدموه وتقلبوه كده كله كويس اوي مع بعض وتقدموه عادي، بس انا بحب اضيف الكفتة عليه في الاخر على الوش. نشيل بقى كل الكفتة وبعد كده نديله تقليبة. شوفوا هنا الرز قد ايه مفلفل وجميل قوي، متأكدة انه يعجب اي حد هيجربه. تبدأي بقى ان انت تقدمي الرز وفوقه الكفتة بالشكل ده، متأكدة ان اي حد هيجرب الطريقة دي مش هيبطل ابدا يعملها. الوصفة دي مثالية لو عندك عزومة وعايزة تعملي حاجة مختلفة وطعمها حلو. الوصفة دي ليكي، متأكدة انها هتعجبك قوي، وكمان نتيجته في الاخر مرضية جدا، متأكدة ان الاطفال والكبار كل هيعشقها. هستناكي بقى تجربيها وترجعي تقوليلي رأيك فيها، ولو وصلتي لعندي هنا متنسيش تقوليلي رأيك في التعليقات، وكمان تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة. وبرضه متنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل وصفة جديدة انزلها. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا بلمة الحلوة، فمحلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا.